أفاد مراسل قناة الغد في بغداد بوقوع عدد من القتلى والمصابين في انفجار استهدف محال تجارية في منطقة الكرادة في بغداد. يذكر أن الكرادة هي ذات المنطقة التي استهدفت قبل نحو شهرين بانفجار أودى بحياة أكثر من 250 شخصا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من بغداد أحمد فاضل. أهلا بك أحمد، المزيد من التفاصيل لديك. نعم، قبل حوالي 7 دقائق بالضبط انفجرت إحدى السيارات التي كانت مركونة قرب أحد المحال التجارية وسط بغداد ووسط مدينة الكرادة بالتحديد، قرب أحد المرطبات، محل المرطبات. انفجرت هذه السيارة التي كانت مركونة على جانب الطريق وأدت إلى قتل 2 من الذين كانوا متواجدين هناك في تلك المنطقة، وجرح أكثر من 12 شخص. هذا الانفجار ليس هو الأول هنا في مدينة الكرادة، هو يبعد عن الانفجار الذي حدث في 3 تموز الماضي، يبعد حوالي 500 متر. لكن المثبت للأمر أن هذه المنطقة لا يمكن الدخول لها إلا عبر سيطرات موجودة على مداخل الكرادة، وأيضا هناك كان تواجد مكثف لقوات الأمن قرب منطقة الانفجار. يعني تتحدث عن طبيعة هذا المكان بوجود سيطرات أمنية، يعني ما دلالات موقع التفجير محمد وتوقيته الآن؟ يعني هل ثمة كثافة معينة، كثافة سكانية، عدا عن وجود قوات وسيطرات أمنية هناك؟ يعني في هذا الوقت لا توجد كثافة سكانية، لكن قبل أيام يعني بدأت الحركة التجارية داخل مدينة الكرادة تنشط مرة أخرى، وبالتالي بدأت المحال التجارية تفتح لأوقات متأخرة، يعني بعد الانفجار الذي حدث في 3 تموز. ربما يعني الحركة هناك في تلك المنطقة تبدو أكثر، على اعتبار أن هناك وجود محلات تجارية قريبة يمكن التسوق منها، وأيضا هناك أماكن استراحة للعوائل، وبالتالي يعني الانفجار يبدو أنه استهدف هذا المكان بالذات لوجود حركة، تقريبا حركة مكثفة تنشط خلال ساعات متأخرة من الليل. لكن الملفت كما قلت لك أن السيطرة الأمنية تبعد حوالي 100 متر فقط عن موقع الحادث، وبالتالي هنا التساؤل: كيف مرت السيارة المفخخة وكيف تم إدخالها إلى تلك المنطقة؟ شكرا جزيلا لك محمد فاضل مراسلنا من بغداد، سنبقى معك تباعا في حال ورود أي تطورات حول هذا الأمر.